السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا الفيديو هذا من منفذ الوديعة أو منشور حصلته يعني كذا في الفيسبوك، ويتم تداول هذا المنشور عن الذين يدخلون سيارتهم زيارة أو عمرة إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة. فتكون أنت مسافر ومثل الأطرش بالزفة، وضعاف النفوس أحيانا يستغلون المسافر. فقرأت هذا المنشور تنبيه هام وعاجل للمسافرين بسيارتهم إلى السعودية عمرة أو زيارة. يا جماعة الخير، انتبهوا من النصابين والمستغلين. وصلت أخبار من بعض الإخوة اللي رايحين بسيارتهم لوحات يمنية، وتعرضوا للنصب والاحتيال من بعض السماسرة. يقولوا لهم لازم تدفعوا مبالغ كبيرة مقابل نقطع لكم دفتر التريبتك. الحقيقة والصدق الذي لازم الكل يعرفه، لا يوجد تريبتك نهائيا للسيارات اليمنية الداخلة للسعودية حاليا. الدخول يتم بالبيان اللي هو الكرت والاستمارة فقط من المنفذ اليمني والسعودي. لا تدفع أي مبالغ تحت مسمى رسوم دخول سيارة أو تريبتك، لأنها غير قانونية. التأمين في المنفذ السعودي اختياري وليس إجباري، وتقدر تقرر بنفسك، ولكن الأفضل أن تؤمن وتمشي وأنت مطمئن. لا تسمح لأحد يستغلك. خليك واعي وحافظ على فلوسك وبلغ غيرك عشان ما يوقعوا بالفخ. الله يوصل الله يوصلكم في السلامة ويكتب أجركم. عموما هذا ما قرأته وحصلته اليوم مهم من بعض الأخبار التي في مواقع التواصل الاجتماعي، وتهم شريحة كبيرة من الناس، وإلا الأخبار هي كثيرة. تحياتي للجميع.